صافي الكريم ديالنا ها هو واجد، وجدته معكم بثلاثه ديال المكونات كيخلي لك اختي الرائحه ديال الابطين، رائحه رائعه، ما كاينش اختي رائحه الكريهه، ما كايناش رائحه العرق، وكيبقى مده طويله كتحتفظي به، كتسدي ليه وتحتفظي به، ما كيخسر ما حتى شي حاجه. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله جيت باش نقترح عليك اختي واحد الكريم بثلاثه ديال المكونات عنده بزاف ديال الفوائد. الناس اللي كتعاني من رائحه العرق، الرائحه الكريهه، ما غتبقاش اختي تخرج منك بهذا الكريم هذا، غتولي تخرج منك الرائحه ديال هذا الكريم وديال هاد المكونات اللي غادي نعطيك رائحه زوينه بزاف. هي اختي رائحه زوينه. وكذلك اختي اللي كتعاني من السواد في هذه المنطقه هذه فما غاديش يبقى فيك. وبالنسبه لهذا الكريم باش زوين تقدري ديريه للابطين ديالك، وتقدري ديريه لمناطق اخرى اللي هما الكوعين، المنطقه الحساسه بين الفخذين، ما كيبقاش السواد وما كيبقاش يعني حتى الطياب. وكذلك كديريه الركيبات ديالك الركابي، وهاد البلايص كيقدروا يكونوا كحلين. المهم بالنسبه للاستعمال ديال الابطين، غتاخدي اختي هاد الكريم غادي ديريه ملي تجي من الحمام، غديريه لهاد المنطقه هذه فقط وغتخليه، اولا ملي توشي ديريه، ماشي ملي تجي من الحمام ما ديريهش حتى تبغي تخرجي، حيت كاينه بعض الناس كتبغي تخرج عاد كدير الستيك. انا بالنسبه ليا ما بقيتش كندير الستيك نهائيا، لانه واخا هكاك قبل ما نصاوب هاد الكريمات ونولي نديرهم، كنت قبل كندير الستيك ملي كنعرق، واخا كنكون غاسله ولا شي حاجه ما عرفتش، سبحان الله رائحه العرق في بعض الاحيان كتقدر تغلب على رائحه ديال الستيك. المهم كل واحد وهذا ديالو والرائحه ديالو. بالنسبه لي انا هذا الكريم اقوى من الستيك، يعني انا لقيت عليه راحتي، وكتكون واحد الريحه زوينه، وكتحركي بطلاقه، كتكوني ثقه في راسك، ثقه في النفس، وكتبيض باش زوين كيبيض. المهم باختصار ثلاثه ديال المكونات، ودائما المكون الرئيسي والاساسي اول حاجه ما تنسينيش من لايك، بارطاجي لا فيديو، الله يسهل عليك، راه كنعطيك شي حاجه اللي مضمونه اليوم، واشتركي معنا في القناه باش تستافدي اكثر. ودائما المكون الرئيسي هانتوما البنات هو كينطا، وعاد غادي نعطيكم جوج مكونات غنخلطوا معكم بسرعه. البنات كينطا كتبيض، كينطا قلتها الفيديوهات قبل وغنعاود نقولها لك، قويه بزاف، شي حاجه زوينه. وهذا الكريم والله العظيم الا واعر واعر واعر، وما كتشميش ريحه العرق نهائيا. بارطاجيه الله يسهل عليك، ويلا بينا نصاوبوا الكريم. بسم الله. العلبه اللي كنت درت فيها ديك المره الكريم غادي نرجع نعمرها، حيت هانتوما راه باقي فيها واحد شويه وبغيت نصايبو، هذاك الشيء علاش شاركته معكم. المهم غادي ناخذها نفس العلبه. غادي ناخذ اختي هاد الكينطه هذه اللي خديتها جديده. بالنسبه للثمن شحال من واحد سولني في الفيديوهات السابقه 15 درهم باش كناخذها، هانتوما جديده عند مول الحانوت اولا في الفارماسيا. المهم انا خديتها عند مول الحانوت 15 درهم البنات. كتاخذوها كتقلبوا الغلاقه، كنضغط مزيان صافي باش هذيك كانت تخرج ليا من هذا التوب هذا، كتحل ليا مزيان هكا صافي. وكنديرها في هاد العلبه هذه كامله، كنفرغوها ما تخليو فيها حتى حاجه باش تحضروا الكريم. بالنسبه لهاد الكريم انا راه ما كنستغناش عليه، غير كيقرب يسالي كما دابا، ما بقاش فيه بزاف، بقى فيه غير شويه. وشريت المكونات باش نعاود نصايبو، وقلت نشاركو معكم لان اليوم دايره مكون اخر كنت اقترحته عليكم من قبل، وغنخلطو قدامكم باش تثقوا بيا وباش تاكدوا باش انت اختي تصايبي هذا الكريم وتستافدي منه، تبيضي الابطين ديالك والمناطق الداكنه اللي بعض الناس يعني كيحشموا في الحمام مثلا اولا. بالعكس اختي ما تحشمي ما والو، ملي غادي ديري الكريم راه غادي تبيضي هذوك المناطق وتجلسي اختي. واخا يعني بين الناس ما غتكونش فيك ريحه العرق، واخا يكون الصهد، واخا الصيف مقبل على الابواب ان شاء الله وباذن الله. صافي اختي كتخلطي هذيك الكينطه هي الاولى مزيان، عاد كتضيفي هاد الزيوت. اول زيت غنقترح عليكم اللي هو مبيض، زيت عرق السوس. عرق السوس راه معروف بالتبييض، ديجا شاركته معكم في الماسكات وفي التبريمات، ولكن اليوم غادي ندير مع هاد كينطه الزيت ديال عرق السوس هذا البنات خديته رائع بزاف. كديري منه غير واحد شويه، شوفوا معايا قطرات منه بحال هكا تقريبا نصف ملعقه، لانه هو ثقيل بحال شي زيت، هو المذاق ديالو راه كيكون حلو، عرق السوس راه معروف. المهم هذا خديته وراه معاه الورقه ديالو، معاه كلشي، يعني حاجه اللي مزيانه. كديريها اختي في هذا الكريم هذا، هانتوما شفتوا معاه الورقه، حيت عنده بزاف ديال الاستعمالات. وبالنسبه لهذا الزيت عرق السوس كيدار حتى للوجه مع الكريم ولا مع الوصفات. شي مره ان شاء الله نشاركو معكم في شي وصفه، ما تخافوش منه، راه ما كيدير لا حساسيه لا حتى شي حاجه، بالعكس. وغديريها اختي الابطين ديالك وديريه المناطق الحساسه واي بلاصه بلا ما تخافي، راه كيبيض وما غيدير لك والو، كوني هانيه.
كتخلطيه مزيان مع ديك الكانطه وكنضيفوا اخر زيت اللي هو الريحه ديالو فنه بزاف ومبيض طبعا، هو زيت الورد. زيت الورد اختي اللي معروف بالتبييض. هاد القريعه راه كانت عندي قبل واستعملتها في الكريم الاول، ودابا عاودت خديت منها تبارك الله غير قرعه صغيره كتدي شحال ديال الاستعمالات. صافي زدنا تقريبا كديري ملعقه ديال زيت الورد ونصف ملعقه ديال عرق السوس، لان عرق السوس قوي بزاف. صافي اختي وكدهني البلاصه اللي بغيتي مزيان حتى كتشرب بالبشره المكونات. صافي الكريم ديالنا ها هو واجد، وجدته معكم بثلاثه ديال المكونات كيخلي لك اختي الرائحه ديال الابطين رائحه رائعه. ما كاينش اختي رائحه الكريهه، ما كايناش رائحه العرق، وكيبقى مده طويله كتحتفظي به، كتسدي ليه وتحتفظي به، ما كيخسر ما حتى شي حاجه. ما تنساوش انكم توجدوه على شي حاجه اللي زوينه ومضمونه، لا في الرائحه ديالها ولا كذلك في التبييض اللي هو ان شاء الله فوري. وما تنسونيش من اللايكات ديالكم. خليت لكم الراحه، في امان الله، السلام عليكم.